مساء الفل. مفيش اجمل بالنسبه لي من ان انا اتفرج على ماتش الزمالك من غير ضغوط. مش فارق معايا يكسب يخسر يتعادل. وده اللي حصل النهارده. انا بتفرج على نادي الزمالك. لما بيخش في جون ما بفرحش، لما بيجي جون ما بزعلش. دايما كنت بحس ان انا وشي حلو على نادي الزمالك. ممكن كان يبقى يلعب ماتش ولا حاجه متعادل للدقيقه 95، واقول بقى خلاص فاضل دقيقه ولا حاجه هتفرج عليها وخلاص، ابص الاقي الزمالك، افتح التلفزيون زي ما يجي الجون فيجي لي احباط قوي قوي. لكن النهارده انا بتفرج مج الشاي في ايديا ومش فارق معايا، بتفرج كده كده. اليوم كله النهارده كان في صالح النادي الاهلي. الزمالك هزم فيوتشر 2-1، بيراميدز تعادل مع سيراميكا 2-2. اصبح ان الاهلي فارق عن الزمالك ب 8 بونت، وفارق عن بيراميدز وفيوتشر 6 بونت. مع ملاحظه ان الاهلي ليه مباراه مؤجله، لو غلبها ان شاء الله هيبقى الفرق بينه وبين الزمالك 11 بونت، وفرق بينه وبين بيراميدز وفيوتشر 9 بونت. واضح كده ان الاهلي ان شاء الله يعني يكون بيستطلع الهلال الدوري من بدري، وهتبقى في معركه مريره على المراكز الثاني والثالث والرابع بين الزمالك والفيوتشر وبيراميدز، على الله تسهيل ان شاء الله. اتحاد الكوره كمان النهارده عمل بيان عنتري على غير العاده. يعني اتحاد الكوره بتكوينه دون وكل المواقف اللي حصلت منه، بيقول ان ده اضعف اتحاد كوره في تاريخ مصر. يعني بالنسبه له كنا دايما بننقد زمان اتحاد الدهشوري حرب ونادي سمير زاهر، لكن طلعت الاتحاد لا تقارن بضعف الاتحاد الحالي الموجود بشخصياته والمواقف اللي صدرت منها والمدير التنفيذي بتاعه. النهارده عمل بيان عنتري اعلن فيه انه وقف التعامل مع رئيس نادي الزمالك، وانه مش هيسمح بتكرار التجاوزات تاني في حقه، وانه لو حصل الكلام ده ياخد مواقف قويه جدا. افلح ان صدق. لكن هو الموضوع ده طبعا دون اول حجر اترمى في المياه الراكده دي كان يوم 19 لما لجنه الانضباط اعلنت استقالتها. ده كان اول مسمار اتدق في نعش مستر اكس. وبعديه وصلت بقى زي ما اتكلمنا امبارح على موضوع التصريحات اللي طلعت من كابتن خالد بيومي وكابتن احمد حسن ودكتور طارق الادور وبعض الشخصيات التانية. وكمان كان في تصريحات قوية جدا امبارح من الأستاذ خير رمضان في البرنامج بتاعه، أدان فيها بأشد العبارات التجاوزات اللي حصلت. وطبعا سمى شخصيات بعينها وقال إنها مسؤولة عن دعم مستر إكس. لكن واضح كده بعد اللي حصل امبارح كمان من الأستاذ خير رمضان وبعض التويتات اللي الكابتن أحمد شوبير، وما أدراك ما مصادر الكابتن أحمد شوبير، طبعا ناظر مدرسة الإعلام الرياضي، كل تلميحاته بيتكلم فيها إن مستر إكس فتحته اتقرت. فان شاء الله ربنا يدينا طول العمر، ويبقى الكابوس اللي احنا عايشين فيه ده يبقى ليه نهايه ان شاء الله.